السلام عليكم. قبل يومين ذهبت مع أهلي إلى حديقة الحيوان، وبينما أنا أتنقل من قسم إلى آخر وأتأمل في تلك الحيوانات العجيبة بأحجامها المختلفة وخصائصها المتنوعة، تذكرت كيف أن القرآن اعتنى عناية خاصة بعالم الحيوان، ولذلك نجد عشرات الأصناف من الحيوانات مذكورة في كثير من سور القرآن، فتارة يذكرها الله سبحانه وتعالى لأجل التدبر والتفكر في خلقتها، وتارة أخرى يذكرها الرب سبحانه وتعالى على سبيل ضرب الأمثال، وأحيانا أخرى على سبيل الاستشهاد وغير ذلك من الأغراض النافعة للعقل والروح والإيمان معا. فقلت في نفسي لو أنني أستعرض وأحبتي الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر هذه الحيوانات لغرض التدبر والتأمل في كتابي الله المنظور والمسطور لكان ذلك خيرا. فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. أولا ذكر الله سبحانه وتعالى الحوت، فقال: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، والنون هو الحوت كما هو معلوم. وذكر سبحانه وتعالى الفيل، فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وذكر سبحانه وتعالى الإبل، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهي دعوة من الرب سبحانه وتعالى للتدبر في هذا المخلوق العظيم. وذكر البقرة، بل سميت أكبر سورة في القرآن الكريم بسورة البقرة، وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وذكر العجل، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وذكر سبحانه وتعالى الأسد، فقال: فرت من قسورة، وقسورة اسم من أسماء الأسد. وذكر مولانا سبحانه وتعالى الخيل والبغال والحمير، فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وذكر سبحانه وتعالى القردة، فقال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذكر سبحانه وتعالى الكلب، فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وذكر الذئب بقوله على لسان يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وذكر ربنا سبحانه وتعالى الضأن والماعز 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2. وذكر سبحانه وتعالى الخنزير، وذكر حرمته ونجاسته بقوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وذكر سبحانه وتعالى الغراب في قصة ابني آدم في سورة المائدة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وذكر مولانا وربنا سبحانه وتعالى الهدهد وشأنه مع سليمان، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وذكر سبحانه وتعالى طائر السلوى، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وذكر سبحانه وتعالى الضفادع والجراد والقمل، فقال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وذكر الخالق سبحانه وتعالى العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وذكر سبحانه وتعالى النحل، بل سميت سورة كاملة باسم هذا المخلوق العجيب. وذكره سبحانه وتعالى بقوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأيضا ذكر سبحانه وتعالى النمل، بل سميت سورة أيضا كاملة باسم النمل، فقال سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وذكر الرب سبحانه وتعالى الذباب، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وذكر الفرش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وذكر سبحانه وتعالى البعوضة في سورة البقرة، فقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذه أيها المكرم هي الحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم، اللهم إلا أن أكون قد نسيت شيئا منها فقد لقيت مشقة في جمعها وسردها ربما كما هو معلوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وإياكم الأجر. وبقي أن أنبه إلى شيء، وهو أنه من خلال استقرائي في هذه الآيات توصلت إلى أن الحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم هي فقط تلك الحيوانات التي ليس هناك مؤشر لانقراضها، لذلك خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.